بيحكي فيلمنا عن هروب مجرم من حجز الشرطة بيكون متهم في جريمة قتل، فبتحاول عالمة الجريمة بوجا تساعد الشرطة وتحل لغز الجريمة، وهنا بيكتشفوا عالم غسيل الأموال اللي هو السبب في جريمة القتل دي. والمجرم ده اسمه غاندي وبيكون عبقري قوي وعنده خطط كتير ومدوخ الضباط وكل ما يمسكوه بيهرب. وبيبدأ فيلمنا بإن الفلوس ممكن تعمل بيها أي حاجة وتشتري بيها أي حد، طبعا لو ما عندوش ضمير. وبنعرف إن الفلوس اتحولت من إيطاليا لحيدر أباد عن طريق بليسنجهام. وبنشوف بوجا في المحاضرة والدكتور بيشرح لهم محاضرة في علم النفس عن المجرمين وازاي يتعاملوا معاهم. وبتروح بوجا بعد المحاضرة عند سوريا صاحبها اللي بيكون في المستشفى وبيقول لها انه قدامه 6 شهور على ما يخف ويبقى يعمل البحث بتاعه السنة اللي جاية. فبتسأله عن البحث بتاعه بيتكلم عن ايه وبيقول لها انه بيتكلم عن غاندي. وبترجع بوجا بيتها وبتعرف من الاخبار ان غاندي قتل مراته وبتبدأ تدور في قضية غاندي. وبتسأل باباها ان ممكن حد فعلا يقتل مراته، فبيرد باباها ان المجرم بيعمل اي حاجة علشان الفلوس. وبتشكر بوجا باباها انه اهتم بيها بعد موت مامتها. وبتروح عند غاندي السجن وبتعرفه انها طالبة علم نفس وانه جزء من بحثها. ولما ما بيرضاش يتكلم ولا يحكي لها حاجة بتقول له انها تخليه يتكلم بطريقتها. وبتوصل بوجا بيت غاندي وبتدور على اي حاجة تساعدها في القضية وبتلاقي دبدوب بتاع بنته. فبتصور بوجا بنت غاندي مع الدبدوب وبتعمل فيديو لغاندي. وبعدين بتروح له السجن تاني وبتوريه الفيديو بتاع بنته وبتوعده انها تطلعه لو حكى لها قصته. وبتعرفه ان باباها رئيس مخابرات وممكن تساعده بس عايزة تعرف كل حاجة عنه وعن عيلته. فبيحكي غاندي ان جاله مكالمة من اسبوعين ان تم اعتقال رئيسه. وبيقول ان راجا هو اللي رباه. وبنعرف ان راجا ده عنده شركة كبيرة وان غاندي شغال معاه في الشركة دي وهو دراعه اليمين واللي بيقبل الموظفين وبيرفضهم. وبيحصل مشكلة في الشركة وراجا بيزعق لغاندي قدام الموظفين. ولما بيرجعوا البيت بيحكوا لعيلتهم على اللي حصل في الشركة وبيقفوا في صف غاندي وبيقولوا له انه ما كانش ينفع يزعق له قدام الموظفين. بعد كده بيعجب غاندي بشترا وبيفضل ماشي وراها وبيراقبها وبيخبط في ابو شترا اللي بيساعده. وبعد كده بيبقوا صحاب وبينصحوا ابو شترا يبقى شخص نباتي وهيبقى احسن بكتير. فبيحكي غاندي لابو شترا عن البنت اللي معجب بيها وعن جمالها ورقتها. ولما بيوصلوا البيت بيعرف ان هو ابو شترا لانه دخل الشقه اللي قصاده اللي هو بيت شترا. ولما بيرجع غاندي البيت بيحكي الراجا وبوبي عن اللي عمله مع ابو شترا وانه كان بيوصف بنته بس ما يعرفش ان هي بنته فبيضحكوا عليه. وبنشوف في الاخبار ان اسهم الشركه الهنديه الجديده انخفضت بسبب موظفه جديده غلطت في حرف في الايميل اللي كانت كاتباه. وبيرفض غاندي الموظفه دي ومش بيعرف انها شترا. وبتعرف شترا صاحبتها انها سعيده لانها شايفه مستقبلها مع غاندي مش ان هي خسرت وظيفتها. وبتقول لصاحبتها انها معجبه بغاندي وشايفه كمان انه مناسب ليها. وبيروح غاندي البيت عند ابو شترا اللي بيعرفه على شترا بنته ومراته. وهنا بيفهم غاندي ان الموظفه اللي رفضها تبقى هي شترا. ومامتها بتقول لغاندي انهم بيدوروا لها على عريس وهيجوزوها. وبيرد غاندي انه هيوظفها في شركه واحد صاحبه من بكره وبيعرفها انه هيعدي عليها بكره الساعه 9 صباحا. بس بيطلع غاندي على المواسير لانه مش معرف ابو شترا انه ساكن في الشقه اللي قصاده من ساعه ما كان بيتكلم معاه عن شترا بنته وانها البنت اللي غاندي معجب بيها لانه قال له ان البنت اللي معجب بيها بتكون في الشقه اللي قصاده عشان ابو شترا ما يعرفش ان غاندي كان بيحكي له عن بنته. وبتشوف مامة شترا غاندي وهو بيطلع على المواسير فبتصرخ وبتقول حرامي. وبينزل غاندي من على المواسير وبيطلع يجري وبيروح يحكي الراجا وبوبي عن اللي حصل وبيضحكوا عليه مرة تانية. وتاني يوم بيعدي غاندي على شترا لانه عايز ياخدها معاه على شركة واحد صاحبه ويوظفها ويصلح اللي عمله معاها لانه كان السبب انها تترفد من شركته. وبيوصل عند شركة صاحبه وبيطلب منه يشغل شترا ويحميها من عيون الرجالة وياخد باله منها لانها جميلة. وبيوافق صاحبه وبتشكر شترا غاندي على الوظيفة الجديدة. بعد كده بتقضي شترا وغاندي وقت جميل جدا مع بعض لدرجة ان غاندي بياخد شترا معاه البيت عندهم علشان يعرفها على اهله. وبعد كام يوم بتتصل شترا بغاندي وبتقوله ان هي لابسة ومتشيكة علشان جاي لها عريس. فبيجري غاندي على بيت شترا اللي بتاخده من ايديه وبتوقفه قدام المراية وبتقوله انه عريسها. وبيعرف غاندي عيلة شترا بنفسه لانه كان مخبي عنهم شخصيته الحقيقية. وبيقرب من شترا وبيغنوا لبعض وبيعبروا عن حبهم. بيقول غاندي لبوجا انه لغاية دلوقتي كانت حياته ماشية كويس جدا وبيتجوز غاندي وشترا وبيكونوا مبسوطين وكمان بيخلفوا بنت. بيزور راجا وبوبي غاندي في البيت وبيقولوا له انت متجوز بقالك 6 سنين ما عزمتناش على الغدا ولا مرة. وبيعرفوا انهم جايين يتغدوا معاه في الحال.
وبيلاقوا الاكل ني لان ابو شطرة بيحب الاكل الصحي، فبيطلع بوبي يجري وبيقول لهم ان مراته بتولد. طبعا هو عايز يهرب بس من الاكل، ومراته مش بتولد ولا حاجة وهو مش متجوز اصلا. لغاية هنا الدنيا كانت ماشية تمام، لحد ما في يوم بدأت المشاكل مع غاندي، وبيظهر الشخص المجهول اللي بيتكلم مع راجا انه حط له الفلوس في مكان محدش يعرفه خالص، وبيقول وزير الداخلية الراجا ان الفلوس لازم توصل للناس دي في الوقت المحدد، وبيديله ملف. وبيرجع راجا البيت والبوليس بيقبض عليه وبيسأله الضابط عن مكان الفلوس، بس راجا مش بيرضى يتكلم ويديهم اي معلومات عن الفلوس، كمان بيعرفوا انه مش هيتكلم غير قدام المحامي بتاعه. وبيطلب وزير الداخلية من غاندي يروح لراجا السجن ويعرف مكان الفلوس والا هيقتل عيلته كلها. بيروح غاندي السجن عند راجا وبيسأله عن مكان الفلوس، بس بيدخل الضابط وبيقول له الزيارة خلصت ومش بيعرف غاندي مكان الفلوس وبيضطر يمشي. نعرف ان وزير الداخلية قال لغاندي لو راجا معرفوش على مكان الفلوس هيقتل عيلته. بعد كده بتخطف عصابة ديفيد غاندي وبيدوله فيديو وهم عند مراته في البيت انهم خدعوا مراته وقالوا لها انهم ولاد عم غاندي. بيسألهم غاندي عايزين ايه، فبيردوا انهم عايزين يعرفوا مكان الفلوس من راجا، وكمان بيقولوا لغاندي انه لما يعرف مكان الفلوس ما يقولش لوزير الداخلية على مكانها. وبيرجع غاندي البيت هو وديفيد وبيلاقي فعلا في ناس كتير عنده في البيت اللي هي عصابة ديفيد، بس كمان بيروح أرجون عند غاندي البيت وبيقوله انه عايز يعرف مكان الفلوس من راجا، انه هيساعده يعمل زيارة تانية في السجن الراجا ويحاول يعرف منه مكان الفلوس بأي شكل. يروح غاندي للمرة التانية عند راجا السجن وبيسأله عن مكان الفلوس، وبيقوله ان عيلته في خطر ولازم يعرفوا على مكان الفلوس والا عيلته كلها هتكون في خبر كان. بيسأل غاندي راجا ليه عمل كده، وبيرد انه كان فاكر ان وزير الداخلية بيساعده لكن طلع بيستغله. بيعمل راجا اشارة بايده وبيقوله ارجوك سيبني، وبيمشي غاندي وبيسيبه. بيفهم غاندي الاشارة اللي راجا عملها وبيعرف مكان الفلوس. بعد كده بنعرف ان الفلوس في البيت القديم بتاع راجا. محتار غاندي يقول للوزير الداخلية علشان يحمي راجا ولا يعرف ديفيد علشان يحمي عيلته من الخطر. وبيروح غاندي عند وزير الداخلية وبيعرفه مكان الفلوس، ولما بيطلع من عند وزير الداخلية بيسمعه بيدي أمر بقتل راجا. وبيتصل غاندي على أرجون عشان يقول له يحمي راجا علشان مش عايزه يتقتل، لكن للأسف أرجون مش بيلحق يحميه، وعلى ما بيروح له السجن بيكون اتقتل خلاص. بيتصل غاندي على ديفيد علشان يعرفه مكان الفلوس علشان يأمن عيلته، وبيروح ديفيد ورجالته يطبعوا فلوس مزيفة ويحملوها في عربية كبيرة. نفس الوقت بيحمل وزير الداخلية الفلوس الحقيقية في عربية كبيرة. وبيتتبع أرجون تليفون غاندي وبيلاقي آخر مكالمة من عند البيت القديم، وبيعرف إن الفلوس في البيت ده. وبيروح أرجون على البيت القديم بس بيلاقي العصابة أخدت الفلوس وهربت من آثار كاوتش العربية اللي في الأرض. وبيقرب ديفيد العربية بتاعته من عربية الوزير وبيكسر باب العربية وبيقتل رجالة الوزير، وبيبدلوا الفلوس من عربية الوزير لعربية ديفيد. وبيولعوا كمان في عربية الوزير علشان يتأكد الوزير ان الفلوس اتحرقت ويبطل يدور عليها، لكن بيوصل أرجون لمكان الحريق وبياخد ورقة من الفلوس اللي كانت واقعة على الأرض بيوديها المختبر، وبيعرف بعد كده ان الفلوس اللي اتحرقت كانت مزيفة. وبيجري ديفيد وعايز يقتل غاندي بس بيقدر غاندي انه يهرب. اتصل ديفيد على رجالته وبيقول لهم يقتلوا عيلة غاندي ويخلصوا عليهم، وبيسمعهم غاندي قبل ما يهرب فبيتصل على عيلته وبيقول لهم ان اللي عندهم في البيت دول عصابة مش ولاد عمه وعايزين يقتلوهم. وبتعرف شطرة باباها ان اللي عندهم في البيت عصابة، بيقطع ابو شطرة النور وبيستخبى هو وعيلته. بيوصل غاندي البيت وبيشنقوا مراته وبتموت قدامه وبيموتوا ابوها كمان. فبيضرب غاندي العصابة وبيحاول يحمي بنته، وبياخد بنته تشينو وبيطلع يجري علشان ينقذها من العصابة. وبيقابل أرجون اللي بياخد البنت منه وبيسلم غاندي نفسه. وبيقول غاندي لبوجا انه ما حكاش للظابط أرجون الكلام ده، فبترد بوجا انها تتكلم مع باباها وتخرج غاندي في اسرع وقت ممكن. بس بوجا للاسف بتتصرف من دماغها وبتقلد امضة باباها، بتاخد ختمه وبتطلع غاندي بكفالة من السجن. بعد كده بيعرف رئيس المخابرات ان بنته قلدت امضته وطلعت غاندي من السجن، وبيخرج غاندي من السجن بكفالة. وأرجون بيعرف انه خرج من السجن وبيقول للظباط يوقفوه بأي تمن. وبيقول أرجون للظباط انه عايز غاندي حي وما يضربوش عليه نار خالص لانه عايز يصفي حسابه معاه الاول. وبيوصل رئيس المخابرات عند أرجون وغاندي وبيحمي غاندي نفسه ببوجا وبيحط المسدس في دماغها علشان محدش يقدر يقرب له. وبيقول رئيس المخابرات لغاندي ما يأذيش بنته وهيعمل له اللي هو عايزه. وبتكون المفاجأة لينا كلنا ان مرات غاندي لسه عايشة وعيلتها كلها. وبيهرب غاندي مع عيلته وبيكون مبسوط انه قدر يخدع بوجا والظباط. وبيعرف أرجون ان بوجا هي اللي ساعدت مجرم دولي انه يهرب،
وبيقول كمان لبوجا ان اللي حكاهولها دي مش قصة غاندي، دي قصة مسجون تاني معاهم اسمه راما. وبيعترف سوريا صاحب بوجا ان هو اللي اداه ورق مزور يثبت كلام غاندي، وبنعرف ان غاندي اداله فلوس ورشوة مقابل انه يعمل كده، بس ما كانش يعرف انه بيساعد مجرم هارب. وبيقولوا الرئيس المخابرات انه خدع بنته وقال في القضية، وبترد بوجا ان هي معجبة بغاندي وشايفاه عبقري. فبيقول أرجون عن غاندي انه غشاش كبير وانه شغال ضابط لمدة 20 سنة، وان الوحيد اللي هرب منه هو غاندي. وبيقول أرجون ان غاندي لغز وهدفه الوحيد الفلوس، وان الفلوس عنده زي الاكسجين. ولما كان ضابط في مومباي كان غاندي مجرم وكمان مطلوب في الهند، وبنعرف انه هرب وراح دبي، وأرجون راح وراه علشان يطارده ويمسكه. وطبعا غاندي كان مقضيها خروجات وسهر وفسح وشرب، وكمان كان بيمارس نشاطه الإجرامي هناك. وبيراقب غاندي داكوستا وبيخترق تليفونه وبيعرف معلومات كتير عنه، وبيكون عايز 40 مليون درهم مقابل المعلومات دي. ونعرف ان في فلوس هتتنقل للهند وعاوزين يوصلوا لكل المعلومات. كمان بليسنجهام هو اللي ورا اللعبة دي كلها، وان ايديتي هي نقطة ضعف بليسنجهام. فبيتفق غاندي مع ايديتي وبيخدعوا بليسنجهام، وان ايديتي هتفهم بليسنجهام انها بتحبه وتحاول تاخد الموبايل وتبعت رسالة منه. وفعلا بتوصل ايديتي عند بليسنجهام وبتمثل انها بتحبه، وبتاخد موبايلها تتصور، لكن بتقوله ان البطارية ضعيفة عشان تاخد موبايل بليسنجهام. وبتبعت رسالة من موبايله لبوتابراسي اللي بيقدر يخترق موبايل بليسنجهام، وبيعرفوا مكان الفلوس وانها موجودة في منطقة المينا على بعد 20 متر. وبيبقى غاندي مدي لايديتي مخدر على شكل روج عشان ترشه على بليسنجهام وتهرب. لما بتيجي ايديتي ترش المخدر بتلاقي البخاخ مش بيرضى يرش. ايه الحظ ده؟ وطبعا بليسنجهام بيعرف انها بتخدعه وبيضربها، بس غاندي دماغه شغاله وكان عامل معاه خطه بديله، وهي انها تبعت رساله من موبايلها بصوتها. ساعتها هيعرف غاندي انها انكشفت وهيروح ينقذها. وبالفعل ايديتي بتبعت رساله لغاندي بصوتها، وبيعرف غاندي انها في خطر وبيحاول ينقذها، وبيرن على موبايل بليسنجهام اللي مش بيفتح. فبيفتح غاندي على نفسه لانه اخترق الموبايل، وبيقول لبليسنجهام يسيب ايديتي والا هيروح ياخدها بنفسه. بيرد بليسنجهام ان طالما هو اللي بعتها يجي ياخدها لو شاطر. بتدخل ايديتي اوضه وبتقفل الباب على نفسها بالمفتاح علشان بليسنجهام ما يعرفش يدخل. وبتكون الاوضه مليانه خمره وشموع، وبتتصل بغاندي تساله تتصرف ازاي. فبيقول لها غاندي تولع في الاوضه، وفعلا بتولع في الاوضه، وبتقول لغاندي ما يتاخرش لا تتحرق بجد. وبيروح غاندي على انه رجل مطافي وبيرش ميه على بليسنجهام ورجالته وبياخد ايديتي ويهرب. بعد كده العصابه بتطارد غاندي لغايه ما بيهرب منهم وبيروح على المينا. وبيوصل غاندي على المينا وبيقابل أرجون اللي بيرفع عليه المسدس. فبيعرض غاندي على أرجون 10% لغاية ما بيوصل ل 40% مقابل إن أرجون يسيبه يهرب. وبيرد أرجون لو حتى 100%، وبيرفض عرضه، وبيرد أرجون إنه مش بيتساوم. وبيقول غاندي إن قصته هي قصة حب بينه وبين الفلوس. فبيضرب بليسنجهام غاندي بالمسدس وبيقع في البحر، ومش بيعرف أرجون يقبض عليه. لكن بعد أيام بيروح غاندي للظابط سامبا صاحب الظابط أرجون وبيسلم نفسه، ويقول له يرفع كل القضايا اللي عليه وهو هيقدم لهم الدليل. بيدخل غاندي السجن وبيلاقي المساجين مضطهدين راما، وبيدافع غاندي عنه وبيضرب المساجين كلهم. فبيشكر راما غاندي وبيقول له انه خاطر بحياته علشانه، وبيطلب منه يرجع له بنته تشينو. وبيحكي راما لغاندي قصته، وبيلاقي نفس القصة اللي غاندي ألفها لبوجا. فقول بوجا لأرجون انه استخدمه يدخل السجن واستخدمني علشان يخرج منه. وبيشوف رجالة بليسنجهام وهم عايزين فلوسهم، وبيقولوا هيقدر يدفع لنا الفلوس. وبيرد بليسنجهام 4 أيام وهيدي لكل واحد فلوسه. وبيروح غاندي عند بوجا وبيقول لها عايز اصرف فلوسي معاكي. وبترد بوجا اسمها عايز اعيش حياتي معاكي مش اصرف فلوسي معاكي. يقول غاندي انه كسب 10,000 كرور، وبيسأل بوجا يعني مش بتحبيني؟ فبترد بوجا انت مش تتحب، انت لازم تدرس في مختبر. وكمان بتقوله تفتكر ان انت هتوقعني عشان 10,000 كرور بتوعك؟ فبيقول غاندي يعني لازم اقولك ان انا فقدت مراتي او بنتي علشان تتعاطفي معايا. وبيتكلم أرجون مع الضباط انه عايز يقبض على غاندي وديفيد، وانه هيضرب 3 عصافير برصاصة واحدة. وبيقول كمان ان محاكمة راما هتبقى النهاردة، وبنعرف ان لو راما اتكلم ديفيد هيقتله، وان راما الوحيد اللي عارف شكل ديفيد وهويته، وعايزين يعملوا راما طعم لديفيد ويقبضوا عليه، وان ديفيد يبقى طعم لغاندي ويقبضوا عليه هو كمان. بس بيقول ان غاندي بالسهل وسيد الهروب ولازم تبقى فيه رقابة مشددة.
بعدين بيكون راما رايح المحكمة وبنشوف بنته تشينو واقفة هي وبوجا قدام المحكمة مستنيينه، وبنشوف ديفيد وغاندي بيضربوا نار قبل ما راما يدخل المحاكمة، وارجون هو كمان بيضرب نار عليهم. وبنعرف ان ديفيد ورجالته كانوا عايزين يخلصوا على راما قبل ما يدخل المحكمة ويعترف عليه، لكن ارجون بيقدر يحمي راما، وللأسف بيجي بلسنجام يخطف راما ويهرب هو كمان. وبتكون تشينو بنت راما زعلانة قوي على باباها وبتعيط، وبيطلع ارجون صورة لديفيد على اللاب وبيقول لسوريا يبعتها لسي ار بي ويجيب كل المعلومات عنها. وبيحكي راما لبلسنجام عن ديفيد وانه كان رئيسه وعن كل اللي عمله معاه، وان اسمه ديفيد وحش دموي وكان رايح المحكمة يقتله، وان ده كل اللي يعرفه وكل اللي قاله لغاندي في التسجيل. وبنعرف ان ديفيد عايز ينتقم من جورو سنجام لانه ما خلاهوش رئيس وزراء. وبيروح غاندي وديفيد لمكان الفلوس وبيقول ديفيد ان دي نسبتك اللي متفقين عليها، بس بيضربوا غاندي بالقلم وبيقول له ان الفلوس مزيفة، وعنده جهاز لكشف الفلوس في مخه زي جهاز كشف المعادن بالظبط، وانه يقدر يفرق بين الفلوس الحقيقية والمزورة. بس بيأكد له ديفيد انهم حرقوا الفلوس المزورة، وبيسألوا غاندي مين اللي قالك تحرق الفلوس، فبيرد ان رئيسه اللي طلب منه يحرقها بس ما يعرفش عنه حاجة، وفضل معاه خطوة بخطوة لغاية ما خلص المهمة. وبيجي مكالمة للرئيس مدتها 7 ثواني وبيكون غاندي متتبع تليفونه، وبيعرف ان الرئيس ده بيكون مفاجأة وهو رئيس المخابرات ابو بوجا. وبعدين بيروح غاندي عند بوجا وبياخد تشينو وبيعرفها ان باباها هو اللي سرق الفلوس، وبيقول لها لو اثبتت العكس هيديها تشينو، ولو عرفت ان باباها مجرم تعرفه وتقوله على مكان الفلوس. وبترد بوجا ان مستحيل باباها يعمل كده، فبيقول غاندي انت مش مصدقه ان واحد يقتل عشان بنته، وان في واحد تاني سرق عشان بنته بيتكلم على باباها. وبترجع بوجا البيت وبتعرف ان باباها هو اللي سرق الفلوس فعلا، وبتقول ان غاندي كلامه صح وبتطلب بوجا تقابل غاندي. وبيسأل غاندي تشينو عايزه فلوس قد ايه، فبترد انها مش عايزه فلوس خالص وانها عايزه باباها وبس. بتقول تشينو لغاندي انها عارفه انه بيعمل كل حاجه علشان الفلوس وبتديله حلقها علشان يرجع لها باباها. وبتجمع عصابة غاندي وبتضربه، وبتكون العصابة مع ايديتي وبيضربوا غاندي بالنار، وبتقول ايديتي ان بلسنجام اداها فلوس اكتر عن بس تقتل غاندي. وبيقتل غاندي وبيدخل غاندي المستشفى وبيبقى برسل بوجا غاندي كان عايز الفلوس علشان يبني مستشفى للفقراء والمرضى والمحتاجين وان كانت نيته خير. وبتقول تشانديني ان غاندي بيحب بوجا علشان قلبها ضعيف وبتحب تساعد الناس والمحتاجين، فبتدخل بوجا عند غاندي وبتعرفه انها حولت الفلوس علشان يكمل بنى المستشفى. وبتلاقي غاندي بيتكلم ومش تعبان ولا حاجة، وبتعرف انه خدعها للمرة التانية ومتفق عليها هو وعصابته. بس المرة دي بتكون بوجا اذكى منهم وبتحسسهم انها مصدقاهم، وبتقول لهم ان الفلوس لسه ورق ما تحولتش لعملات، وانها عملت كده علشان تنقذ الطفلة. وبنشوف اعضاء الحزب بيقولوا لبلسنجام ان الفلوس لو ما تحولتش لينا كلها هتخسر منصبك. وبيحاول راما يهرب لكن بيمسكوا رجاله بلسنجام وبيضربوه. وبتتصل بوجا ببلسنجام وبتقول له يسيب راما وهي هتعرفه مكان الفلوس. وبتروح بوجا على المينا وبتسأل باباها ليه عمل كده. بيسأل بلسنجام ابو بوجا على العربية اللي فيها الفلوس، بس مش بيرد عليه، وبيدور رجاله بلسنجام في العربيات لغاية ما بيلاقوا العربية اللي فيها الفلوس، وبيلاقوا غاندي قاعد جوه عربية الفلوس. وبتستغرب بوجا ان غاندي هرب من الشرطة. بيعرفها غاندي انه اشترى كل الظباط علشان يسيبوه يهرب، وبيضرب كل رجاله بلسنجام. وبيقول للارجون انا كل ما اوصل للفلوس تيجي تبوظها عليا. وبيعرض غاندي على ارجون ياخد 60% من الفلوس مقابل انه بس يسيبه يهرب. وبيرفض ارجون طبعا وبيرد عليه انه مش بيتساوم. وبيفضلوا يضربوا ببعض، وبيربط غاندي ارجون بالكلبشات في عمود، وبلتشينو اللي بتتحايل على بلسنجام ما يأذيش باباها. وغاندي بيسيب الفلوس وبيروح عند تشينو وبيضرب رجاله بلسنجام وبيتكلم مع تشينو. وطبعا بلسنجام مش بيضيع وقت وبيروح ياخد عربية الفلوس، ويقول تشينو لغاندي انه وعدها يرجع باباها. فبيدور غاندي في العربيات لغاية ما بيلاقي راما وبيرجعوا لبنته زي ما وعدهم. وفي راما بنته وتشينو بتكون بتنادي عليه وبيجروا هما الاتنين لغاية ما بيوصلوا لبعض، وبياخد راما بنته في حضنه. ومشاعر ما تتوصفش لما اب يرجع لبنته. وبيقول غاندي الارجون انه كل مرة بيمشي ورا عقله، والمرة الوحيدة اللي مشي فيها ورا قلبه. وبيفك الكلبشات من ايد ارجون، فبيحس ارجون ان غاندي بقى كويس ومش بيقبض عليه، وبيقوله انت حر بس مش هيسيب ال10,000 كرور. وبيطردوا جورو من منصبه لانه اداهم فلوس مزيفة،
وبنعرف ان بليسنجام الفلوس اللي معاه بتكون مزيفة، وان غاندي بدلها في المينا بالفلوس الحقيقية، وبياخد المرة دي لأمريكا. ولسه أرجون هيبدأ من أول وجديد ويسافر أمريكا، لازم يطارد غاندي ويمسكه. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. استنونا في أفلام